أنا أحب أجاوب أصلا على هذا السؤال. إيش فرق أصلا بين الإندونيسية والملايوية؟ هي ملايو، هناك نوعين من الملايو، كتعريف من الملايو، يعني تعريف كشعب، يعني هما شخص أو ناس اللي عايشين في جنوب شرق آسيا، اللي هويتهم مسلمين، يعني كدين يعني. هما المسلمين في جنوب شرق آسيا، احنا بنعتبر نفسنا ملايو. أما اللغة، هي في عصرنا الحالي هي تعتبر آه، كسياسة، يعني هي مش بس كلغة، هي تعتبر لغة للسياسة. نفرق بين دولة لدولة أخرى. فهي في عصرنا الحالي لغة ملايو هي تعتبر لغة الماليزية، وهي دي. فاللغة كتعبير شعبي، يعني كهوية شعبية، أو لغة كهوية سياسية. هذه أولا أنتوا لازم تعرفوها. تاني حاجة، إيه الفرق بين ماليزيا أو ملايوية بشكل عام مع الإندونيسية؟ أنا بالنسبة لي كإندونيسي، لما أسمع كلامهم، أولا هم بالضبط بالمقارنة بالوطن العربي زي السوريين أو اللبنانيين اللي عايشين في جنوب شرق آسيا، يعني لهجتهم كده كده مهدومة يعني. في إيمانة كتير في اللغة الماليزية أو ملايوية. يعني مثلا الأصل مثلا عندهم مثلا الجملة آه kau nak pergi ke mana. الأصل بالإندونيسي أصلا بالآ مفتوحة، كمانا يعني لوين، يعني تروح لفين أصلا. أما بالملايو بقى، بالملايو أو بالماليزي، pergi كمانا الأصل مانا، تكون مانا كمانا يعني. هتلاقوا كتير الإمالة زي دي في اللغة الملايوية أو الماليزية. أما إحنا بقى، إحنا كده كده زي مصر، يعني دغري ومفتوح، يعني يعني مش ايه يعني. هما فعلا زي اللبنانيين او السوريين مهضومين، يعني اللي عايشين في جنوب شرق اسيا. اما احنا اندلسيين كده كده لهجتنا مفتوحة. تبقى مش كمان. آه الاصل مثلا في الاخر مثلا برابا، اللي هو كم يعني. بالنسبة عادي برابا، برابا. اما بالماليزي او بالملايوي برابو يعني في احساس شوية غريب احنا كاندونيسيين يعني. وكمان في احساس، يعني على طول كده لو احنا اندونيسيين فعلا اللي عايشين هنا في اندونيسيا، هنعرف على طول من لهجتهم ولكنتهم، يعني من اول ما نشوفهم عارفين على طول. ده حد ماليزي، ولا ده حد ملايوي، ده حد من شوية شمال من سومطرة، شوية شمال من سومطرة، قريبة جدا للأصل ماليزيا. لهجتهم كده كده شوية قريبة للماليزيين. يعني هي دي الفرق. الإمالة كتير جدا في اللغة الملايوية. وفي كمان كلمات تشبه بعض، هي نفس الكلمة بس معناها مختلفة في اندونيسيا وفي ماليزيا. مثلا احنا عندنا كلمة كريتا بالاندونيسي معناها قطار يعني. وعند الماليزيين او ملايويين يعني كريتا معناها سيارة. فتبقى غريب جدا الجملة، مثلا لو في حد اندونيسي ولا حد ماليزي في نفس المكان، يعني هينادي مثلا صاحبي، خليك بالكريتا اللي عندي. كريتا اللي عندك ازاي يعني؟ عندك قطر في بيتك؟ لا، انا قصدي عندي السيارة في بيتي، يعني خليك بالسيارة اللي عندي. كده كده تبقى غريبة يعني. الجملة كده كده بتتفهم، بس هي شوية لازم تشغل دماغك كويس عشان تفهم، يعني كندروسي. هي دي المشابهة والفرق بين إندونيسية والماليزية أو ملايوية بشكل عام. وهناك نوعين من ملايو كتعريف، يعني هناك ملايو تعريف كشعب، وملايو كلغة سياسة، يعني اللغة اللي بتفرق بين دولتين. فهي دي. يا ريت في الفيديو تشتركوا وسبسكرايب، وفي أسئلة تانية اكتبوا في الكومنتس. شكرا على السؤال. Thank you.